ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا هاجر من قناة لولي شانل. النهارده هنعمل الدوني. طبعا احنا عملنا الصابون مع بعض قبل كده وعملنا البرسل جل بس ما صورتوش. بس بصراحة يا بنات ريحته حلوة قوي، ريحته جبارة. انا جارتي خبطت عليا عشان تسألني الصابون عملتيه ازاي، وشمت الريحة قالت لي ده ايه، قلت لها ده دوني. الدوني ريحته تحفة. يعني هي كانت جايه تسأل على الصابون، بقى دوني وصابون وكل حاجة عملناها. وبصراحة اعراضها يعني عاملين عروض عليها كتير وبأسعار وحاجات حلوة. اول حاجة حاطين ازازة الدوني دي، هي كلها على بعض ب10 جنيه، بتعمل 6 لتر. احنا عملناها على 4، بس الصراحة القوام تقيل فكان محتاج. احنا حاطين اول حاجة 2 لتر، وفضلنا نقلب زي ما انتوا شايفين كده، بنقلب كتير عشان الكلاكيع دي تروح وتدوب خالص. وبتوصل معانا بالصورة دي وبتبقى دابت، يعني بتبقى دابت كده وتمام وحلوة. وبنزود تاني. بص القوام، بس كانت لسه يعني فيها زي خرز، مخرزة كده، فهنفضل بقى نقلب، نكمل تقليب كده بس. وريحته تحفة قوي، وبينفع في الغسيل للغسالات اللي هي العادية والغسالات الفوق اوتوماتيك. الاوتوماتيك لا يا بنات، اللي فوق اوتوماتيك والعادية. وفي المسح في اي حاجة انا بحطها كده، يعني بمسح برش وبحطه في الستاير، في المفارش، في الهدوم الاطفال، في هدوم جوزي بتبقى ريحتها تحفة، في الشرابات، بمسح بيه الشقة، ريحته بيبقى حلو. وهنا بصوا يعني القوام بتاعه كان تمام. وعايزه اقول لكم برضو ان هو زيه زي الصابون، زي البرسل جل بيرجع يتقل تاني. وبكده كنت بعبيه، ويا ريت يا بنات تجربوه. ولو عندكم بسعر اقل عرفوني.